في الأورار الكريمة والجبال، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجالية وحفظا من الغاية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي ورودا سادنا بقرية ناظما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطير اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدا خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي كما الاتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع ابن قصي لتقاصيه في بلاد مضاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني جمال حوليه الكثير والرضاه ابن ملك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس وهو أول من أهل الجبن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان إلى ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من عقد تلقت كواكب الذرية وكيف لا السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسيب العلا بحلاه ولدانها نجوم الجوزاء
ذو سداد وفخار أنت فيه اليتيمة العصمى وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وائله في مورده الهدي ورواه حفظ الإله كرمة لمحمد أباه الأمجاد صون لإسمه أباه الأمجاد نون لإسمه الله ترك صفة فلم يصبهم عاره من آدم إلى أبيه وأمه من آدم الله من آدم إلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطير الله هم قبره كريم بعرف شديد صلاة وتسليم الله زاد محمدا تعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى قره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أم المصطفى ونادي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صف له بنسيب صبا وقسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجان جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتسنت العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن
زمنه وانتكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه أوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته سيدنا محمدا لأنه ستحمد عقباه عاطر الله هم قبره كريم بعرف شديد من صلاة وتسليم ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية وأوفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم